السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا طبعا من الفيديو اللي فات للفيديو ده، توحشوني قوي. ربنا يسعدكم يا رب ويخليكم ليا. عايزه اقول لكم بقى فضلا وليس امرا كده قبل ما نبدا الفيديو تحطوا اللايك. حطوا اللايك بالله عليكم، ما تبخلوا عليا باللايكات، ما تبخلوش يا جدعان، يا جدعان حطوا اللايك. عايزه اقول لكم والله العظيم 3 قلبي بيوجعني من كتر ما انا بقول لكم حطوا اللايك. حطوا اللايك وفعلوا زر الجرس كده. لو انتي لسه اول مره تشوفي القناه بتاعتي فعلي زر الجرس كده واشتركي معانا في القناه عشان تبقي تنضمي من عيلتنا الجميله وتتابعيني. وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. يا رب يخليكم ليا يا رب، يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. بصوا بقى، اول ما صحيت من النوم كده اول حاجه عملتها سلقت كده بطاطسيتين، شطفتهم حلو وقطعتهم وسلقتهم عشان خاطر اعمل فطار طبعا ل بنتي زغنطوطه، او يعني هما الاتنين عادي ممكن ياكلوا مع بعض. فانا قلت اعمل لهم فطار كده، اسلق لهم بطاطسيتين واسلق بيضتين كده، بعمل لهم بطاطس مهروسه واروح عامله عليها بيض. تمام. دي حلوه يعني، حتى لو كلوها كده حاف مفيش مشكله، بتبقى حلوه ومغذيه. فقطعتها كده مكعبات ورحت بقى سلقتها وكده ايه، وعشان نعمل لهم الفطار. فبعد ما سلقت بقى البطاطس ومسحت كده الرخامه حلوه قوي من الميه. عايزه اقول لكم ان انا كان عندي شويه مواعين صغننين كده وشويه بهدله كده في المطبخ، فقلت اعملهم وانضف المطبخ تنظيفه حلوه قوي. عايزه اقول لكم ان انا من ساعه ما جبت جيركن الكلور وانا كل شويه عماله دلدق بقى في كلور وامسح واعمل واكنس والكلام ده كله. ففضلا بقى وليس امرا تحطي اللايك وتشجعيني بكومنت حلو زي كده يا قمر. ويلا قومي لو انت لسه صاحيه من النوم بقى. بصوا الشمس جميله جدا هنا، احنا هنا في السعوديه على فكره. فبصوا هنا الجو حر والدنيا شمس كده وجميله يعني. فقمت كده الصبح بدري زي ما انا قلت لكم، حضرت فطار للبنات وفطرت محمود ونزل على الشغل الحمد لله. ربنا يا رب يصلح حاله ويصلح حال الجميع ان شاء الله يعني. فقلت هغسل بقى كوبايه مطرح الشاي والطبق دي مطرح الفطار وكده. وبعد كده همسح المطبخ يعني، همسح الرخامه واغسل الحوض والكلام ده كله. لاني بصوا انا عندي قاعده يعني، لو المطبخ نضيف الشقه كلها، لو الشقه كلها بتضرب تقلب بس المطبخ نضيف انا عارفه ان الشقه ممكن تنضف في ثانيه يعني. الا المطبخ لو انت داخله تعملي حاجه ممكن نفسك تسد عن الدنيا واللي عليها. انا كده والله العظيم. بصوا لما بدخل الاقي المطبخ مش ولا بد بتضايق. فلا اول حاجه ببدا بيها بروح بادئه بيها بالمطبخ، مع ان المفروض انتي بتبداي من بره لجوه. لا انا ببدا من جوه لبره، اللي هو انضف المطبخ مواعيني دنيتي عشان امسح واكنس وانضف والدنيا تبقى رايقه والدنيا تبقى نظيفه حواليا. اهم حاجه الرخامه بتاعه المطبخ ما تبقاش عليها اي حاجه، ولا مواعين ولا كوبايات والكلام ده. فانا رحت ماسكاها بقى زي ما انا شفتوها كده، رحت ماسكاها منضفاها ولميت المواعين كلها في الحوض وغسلتها غسله حلوه قوي. يلا قومي بقى كده تنشطي وتشجعي وروقي كده ونضفي الدنيا بدري بدري. بصوا عندي البتاعه دي بسلق فيها بيض، فمش عارفه يعني عذرا يعني مش عارفه انضفها، لان انا قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات مش لاقيه هنا سلكه خالص، اللي هو سلك المواعين اللي هو بيدعك بيه الالمونيا، مش لاقيه خالص والله العظيم. هنا قلبت عليه الدنيا ومش عارفه ادعكها بايه ولا انضفها بايه. فهنا مفيش غير الليف دوت، فانا جايبه منه كتير قوي يعني، فاهمين قصدي ايه؟ جايبه منه كتير يعني، فمش عامل اي حاجه برضو فاهمين. بس غسلت بقى كده المواعين ونضفت الدنيا. عندي الحله اللي كانت فيه مطرحها محشي هجيبها برضو ادلق، كان في شويه صغنطتين كده فيها في قعر الحله دلقتهم، وهغسل الحله بالمره عشان خاطر ما يبقاش فيه ورايا مواعين خالص يعني. اللي انا هكنس وامسح وهدلدق في ميه دلوقتي وهدعك الارضيه وكل دوت وما يكونش ورايا مواعين، فاهمين قصدي ايه؟ بس دي اهم حاجه، ان انتي تمسحي وتكنسي وتروقي وما يكونش وراكي مواعين ولا اي حاجه في المطبخ، ولا يكون المطبخ مكركب. عندي بقى شويه، بصوا بعد ما خلصت خالص دعكت الرخامه دعكه حلوه قوي. هوريكم كنت جايبه شويه حاجات بقى رمضان، طباق بقى وكده وحاجات دي. عايزه اقول لكم ان الصيني هنا حاجه كده ولا في الخيال، والله العظيم حاجه ولا في الخيال. اسفه عشان بنتي عماله ترغي جنبي بس معلش يعني. نزلت بصوا المحلات اللي انا بروحها اللي هي اسمها محلات ابو خمسة. ابو خمسة ده ايه؟ هتلاقي فيه قسم كده للصيني، كله صيني على جميع الاشكال والالوان يعني، الطقم كامل انت فاهمه. هتلاقي طبق الشوربه، طبق الرز، طبق مثلا لو عامله ملوخيه، عامله طبيخ، عامله مش عارفه ايه، سرافيس لو هتحطي لحمه تحطي فراخ مش كده، طبق السلطه، كل الطقم بيبقى كامل متكامل. شوفي انت عايزه كم قطعه وبتاخدي.
القطعتين ب5 ريال، في قطعة ب5 ريال وفي قطعتين ب5 ريال، اللي هم القطعتين اللي هم السلاطين بتاعة الشوربة. انا هوريها لكم دلوقتي. بعد بقى ما دعكت الرخامة دعكة حلوة قوي، بسم الله يروح. دعكت الرخامة دعكة حلوة قوي بالسبونشة والصابون والاريال زي ما انتوا شفتوا كده، بالصابون والكلور، اسفة معلش، الصابون. بصوا عايزه اقول لكم ان الكلور بيخلي السيلستين الحوض بيخليه يلمع. يعني لو اي واحده بتعاني كده من الحوض بتاعها انه ما بينضفش معاها وما بيبقاش بيلمع كده، لا حطي فيه، بصي زي ما انا عملت كده، شويه كلور شويه صابون ودعكي بيه الحوض واتفرجي بقى على اللمعان، ولو هو مطوس ولا حاجه هيبقى معاكي تحفه. خدت المصفى دي كده دعكتها، قصدي فضيتها، ورحت حطيتها في الطبق اللي فيه كلور. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ الطبق اللي فيه كلور ده، انا اصلا بعد ما بخلص الطبق اللي فيه كلور ده بيدلق في قلب الحوض، عشان ايه؟ ما يبقاش فيه ريحه ولا الكلام ده كله. لان الحوض لو انت مش منضفاه كويس قوي والله بيعمل ريحه وحشه جدا. بس دعكته بقى دعكه حلوه كده فوق وتحت، وبصوا روقت عليه. يلا حط لايك لو انت وصلتي معايا لحد الحوض هنا كده، قولي لي وصلنا معاكي لحد الحوض وحطينا لك اللايك الجميل وكده. يعني بحبكم جدا في الله والله العظيم 3، ربنا يخليكم ليا يا رب. عايزه احد دعوه حلوه من القلب كده، ربنا يخليكم ان القناه بتاعتي ترجع وان المشكله اللي فيها تتحل باذن الله. بس خلاص خلصت كده. بصوا فرحانه بالميه عماله دلدق بس دعكت. بصوا المصفى لما بتحطيها في الكلور بتنضف لوحدها من غير ما تدعكي ولا اي حاجه. بس رميت بقى شويه كلور كده في الارض، يعني رميت شويه كلور في الحوض قصدي، اسفه. بس مسحت بقى مسحه حلوه كده. بصوا انا بحب لما ابقى واقفه على الحوض ويبقى المواعين خلصت، بحس افضل طول النهار ادعك فيها بس خلاص خلصت كده. همسح بقى الرخامه وتعالوا اوريكم الحاجات اللي انا جبتها اللي انا بقول لكم عليها. بصوا بقى، على ما اشتريت الحاجات دي وانا بحاسب عند الكاشير قلت ايه، طب ما انا اروح اجيب سرفيس من الكبار عشان ابقى احط فيه الفراخ او اللحمه او اي حاجه في رمضان. فاهمين قصدي ايه؟ على ما رحت ما لقيتش، والله العظيم تخيلوا، على ما رحت ما لقيتش، كانوا خلصوا. كان الطقم الصيني دوت كده خلص. لما تجيبي معلش بس يا توت، لما تجيبي صيني فرداني احسن ما تجيبي صيني كامل، اللي هو تجيبي صيني في كرتونه. فاهمين؟ بيبقى مليان قطع ملهاش اي لازمه والله العظيم. بصوا جبت السرفيس دوت، يعني حاولت ان انا انسق كده واجيب نفس اللون عشان حتى السفره تبقى شكلها حلو. بس جبت بتوع التوابل دول بتوع ايكيا، طبعا لقيتهم متوفرين برضو هناك. دول ال4 دول ب5 ريال. انا كنت جايبه ال4 دول ب70 جنيه من مصر. انتوا متخيلين؟ هنا ب40 جنيه، يعني ال5 ريال عامله 40 جنيه. فبصوا دول جبتهم بقى للشوربه برضو، الاتنين حبه ب5 ريال، يعني الاتنين مع بعض ب5 ريال. جميله جدا وحاجه عمليه وحاجه تحفه. يعني جبت المفرش ده بقى كده عشان خاطر رمضان وعشان نبقى نفرشه كده وناكل عليه باذن الله. برضه هبقى انزل اجيب شويه حاجات كده مشتريات لرمضان باذن الله عشان خاطر ايه، نعمل مع بعض ايه زينه رمضان بقى وكده. كان عندي غسيل كنت غاسله امبارح، قلت هلمه بقى كده. يلا لو انت وصلتي معايا لحد هنا كده قولي لي ان انت وصلتي معايا لحد الغسيل يا قمر. يلا قومي بقى لو انت عندك شويه غسيل. بصوا انا امبارح كانت الغساله عندي بايظه، بس برضو اتصرفت وغسلت عليها. يعني فاهمين قصدي ايه؟ غسلت والله ما فيش حاجه تعطلنا ابدا. يعني لميت بقى الغسيل وهقعد اطبقه، لاني انا هنا ما ينفعش ان انا احط الغسيل واركنه، لا خالص. وانت ما تعوديش نفسك على كده، طبقي الغسيل على طول اول باول كده وشيليه. عارفه ليه؟ لاني بصي هتحسي والله العظيم 3 ان انت بتنجزي يعني الوقت، وفي نفس الوقت بتبقي مرتبه الحاجه. اما تيجي تطلعي هدوم للعيال ولا حاجه يبقى ايه الدنيا عندك مرتبه. طبعا انتوا عارفين ان انا هنا ما عنديش دولاب، يعني عندي دولاب وكل حاجه بس لامم هدوم محمود بالعافيه، والحاجات اللي انا معلقاها له هدوم خروج ومش عارفه ايه كده. لكن مش واخد، ما ياخدش طبعا هدوم العيال، لان هدوم العيال كتيره جدا. انا عايزه اقول لكم ان هدوم العيال 3 شنط يعني، بس في شنطه منهم فاضيه هلم فيها دلوقتي الهدوم اللي هم هيلبسوها. لاني بصوا انا يعني ايه هختصر كده في المكان يعني ايه هلبسهم الهدوم اللي هم ايه بيستعملوها على طول. يعني انتوا فاهمين قصدي ايه؟ بدل ما انا كل احطهم في الشنطه الكبيره واجر واجيب، لما اجيب لا حطيت في الشنطه الصغننه دي رتبتها ماشي فيها شويه حاجات كده ايه بتاعتنا وكده. فقلت هلمهم واخليها للعيال. ده الحزام اللي بيتربط بيه الاحرام بتاع العمره وكده.
فانا حطيته له هنا، لان طبعا ان شاء الله لما نروح نعمل الحج باذن انك انت واحد يا رب من غير مقاطعه، لو ربنا كاتبها لنا يعني ان شاء الله هياخدوا يعني ويلبسوا. اهو طبقت كده هدوم العيال وحطيتها هنا كده في الشنطه، رصيتها كده 100 100. حطي بقى اللايك يلا وشجعيني كده بكومنت حلو زي كده يا جمرويه. بصي لو انتي زي كده بس يا سهى، لو انت زي كده مغتربه وما عندكيش بقى مكان وقاعده في شقه مش عارفه ايه لحد ما الدنيا عندك تتظبط، اعملي زي ما انا بعمل كده، طبقي شنطه صغنططه كده لهدوم العيال عشان خاطر ما تقعديش